ليه بنتجوز؟ ليه بجد؟ ولأننا ما سألناش السؤال ده بصدق بقت دي النتيجة مخرية. يعني بتجوز يعني شخص يدخل حياتي وله مسؤوليات وليه مسؤوليات، برضو لأجل إيه يدخل حياتي؟ الإجابات اللي موجودة حاليا عشان لسه ما حصلش أبديت وتحديث للبيانات، وأنا هنا بتكلم عن الأنثى مش بتكلم عن الرجل. الست غالبا بتدور إجاباتها حوالين يكون راجل في حياتي يحبني ويهتم بيا ويكون ليا بيتي مملكتي، وأنا الملكة ألبس وأعيش براحتي بدون تحكم أهلي، وفي معانا العلاقة الجنسية اللي فيها شيء من السسبنس، حاجة كده يعني كلها مشاعر ملهلبة. فكل شيء بيدور حوالين عشان أحصل على مشاعر، سواء أمان وحب واحتواء، وده شيء جميل وده احتياج طبيعي. بس يعني من ناحيتي شايفة المنظور معوج شوية، وتقريبا هتأدي لنفس النتيجة المخرية. وهقولك ليه. مع انك لو سمعت وفهمت فيديو من اللي نزلته هتلاقيني بركز على حاجة واحدة بتدور حواليها كل المواضيع حرفيا، والحاجة اللي بركز عليها هو انتي. مين انتي؟ انتي نفسك مش جسمك. نفسك دي طاقة عاملة زي الرادار بترسل إشارات. طبعا ده مثال عشان أوضحلك مش أكتر. الرادار ده اللي يحب اللي شبهه ينجذب ويجذب ليه نفس ليفل الطاقة، وبيحصل بشكل لا واعي. فلو جواكي مشاعر فراغ بتنجذب الشخص عنده نفس الفراغ، بس كرجل بيكون الفعل فبيدخل الوحش كده بصدره عشان يأدي دوره من السيطرة والتحكم والعطاء، وانت مادة خام بتلبيله هذا الاحتياج. فالنتيجة أول ما يبطل أو يوقف انت اتغيرت، ويتخنق ويقولك انت اتغيرتي، وهوبا زي ما انت عارفة ايه اللي هيحصل. بس الحقيقة لا انت اتغيرتي ولا هو اتغير، انتوا بس طبقة الانجذاب الوهمية والمشاعر الملهلبة اللي بتبقى بين الراجل والست في البداية راحت، لأنكم بقالكم فترة فعرفتوا كل حاجة فظهرتوا لبعض وتعريتوا فبانت السوءة. وبصراحة النتيجة مرضية وطبيعية وحقيقية. يعني بصراحة كنت منتظرة ايه؟ نهاية سعيدة؟ بذمتك شايفة ظلم؟ شايفة ألمك ده ظلم؟ ولو حد ظلمك فانت اللي ظلمتيها. وتقريبا لو اتأملت نفسك بعيون عايزة الحقيقة هتلاحظ ان اللي حصل معاكي هو انعكاس مفصل للي جواكي بالظبط، بس للعيون بقى اللي تشوف. ولو كنت اتأملت حواليكي كنت هتلاقي العبر والعظة اللي مليانة مرطرطة حواليكي، بس برضو للعيون اللي تشوف بقى. انا مش بقطمك، انا احبلك انك تبدأي تدركي نفسك، وبدل ما تدوري بره ادخلي جوانا في خراب له الأولوية للإصلاح. إصلاحك انتي، ودي النقطة الجوهرية اللي بركز عليها، هو انتي نفسك. بس اللي بيعجزنا عدم صبرنا وعدم إرادتنا للحقيقة بحق، فمنتوه ونتعذب بغيرنا ونرجع نلومهم. وحزمني يا ببلاوي، وحزمني يا ببلاوي. إن شاء الله يكون الفيديو لمس شيء جواكي ولعل أمورك تبقى أحسن. كل الحب، سلام، نتقابل في قعدة تانية.